لتكوين 10,000 إطار تربوي، أي 10,000 أستاذ صار تكوينا من أجل البطالة وتكوينا من أجل العطالة. ولذلك خرجنا لنقول بصوت واحد: لا للعبث الحكومي، لا للعبث الحكومي. معكم خديجة بكور، عضوة المجلس الوطني خريج البرنامج الحكومي 10,000 إطار تربوي. كتجي هذه المسيرة الوطنية التي ستكون مرفوقة بمبيت ليلي بساحة الأمم في ضمن تجسيدنا للإنزال الوطني الثالث الذي سطره مجلسنا الوطني. والشبه ما تخص لنا الله اعلم. نحن ندين بشدة هذه التظاهرة السلمية التي ديال 10,000 إطار تربوي. هي مسيرة سلمية، لكن القمع تدخل وأجهض الحقوق الأطر التربوية. هي تطالب بحقها في الإدماج، وهذا مطلب يعني عادل ومشروع، ونحن لا نطالب بشيء يعني خارج القانون أو خارج عن ما هو مشروع. أنتم ترون هذه المجزرة التي وقعت في حق أبناء الشعب الوحيد الذين تكونوا في المدارس العليا للأساتذة لمدة عام وخرجوا يطالبون بحقهم في الإدماج. بعد استكمالنا للتكوين بالمدارس العليا للأساتذة، كان من المرجح أن نباشر مباشرة مهامنا وولوجنا في المدارس العمومية، إلا أننا أصبحنا أرض الشارع. وبعد مطالبتنا بإدماجنا في الوظيفة العمومية، أبت الحكومة إلا أن تجيبنا بالقمع ولا شيء غير القمع. ونؤكد على أننا أساتذة ومستعدون للموت من أجل أن لا يحرم أبناء الشعب من وظيفتهم المتنفس الوحيد والأوحد الذي يلج من خلاله أبناء الشعب إلى الوظيفة العمومية. وأننا مستعدون للموت، ولا شيء سيفنينا عن حقنا. وتحية نضالية لكافة الأطر الصامدة في وجه القمع، وتحية نضالية لكافة الشعب وخاصة أبناء مدينة طنجة المتضامنين معنا، وتحية نضالية.